في جزيرة في نص المحيط، بعيدة عن أي حضارة، واقف مئات الوجوه، عيونها مفتوحة وبص علينا. مش بصة للبحر ولا للسماء، دي بصة لينا. السؤال مش مين بناها، السؤال الحقيقي ليه. دي جزيرة القيامة، والقصة دي مش عن تماثيل، دي عن حضارة اختارت تبص قبل ما تختفي. جزيرة صغيرة جدا في المحيط الهادي، أقرب يابسة ليها على بعد آلاف الكيلومترات. مفيش جبال عالية، مفيش معادن، ومفيش أدوات متطورة، لكن فيها أكتر من 900 تمثال حجري عملاق اسمهم المواي. التماثيل ضخمة، بعضها أطول من 10 أمتار، وزن الواحد بيوصل ل80 طن. وجوه طويلة، ملامح جامدة، ونظرة ثابتة. الغريب معظم الناس ما تعرفش إن التماثيل ليها أجساد مدفونة تحت الأرض، يعني اللي شايفينه مش كل الحقيقة. السكان الأصليين كانوا عددهم قليل، أدواتهم بدائية، والجزيرة فقيرة جدا في الموارد. يبقى السؤال إزاي نحتوا؟ إزاي نقلوا؟ إزاي رفعوا؟ وإزاي من غير ما يسيبوا شرح؟ في نظريات بتقول إنها اتسحبت على جذوع شجر، أو اتحركت بالحبال، أو مشت بتقنية توازن غريبة. لكن ولا نظرية قدرت تفسر ليه كل التماثيل باصة للداخل ومش باصة للبحر. في ثقافة رابا نوي، المواي مش آلهة ولا تماثيل زينة، دي بتمثل الأجداد، الزعماء اللي ماتوا بس لسه شايفين. التمثال كان عين بتحرس القبيلة، وكانت رمز إن الماضي لسه حاضر. فجأة الغابات اختفت، الطعام قل، الحروب زادت، والحضارة بدأت تنهار من جوه. في روايات بتقول إن الناس نفسها بدأت تكسر التماثيل كأنها بتكسر ماضيها أو بتعاقب نفسها. أول أوروبي وصل لقى جزيرة شبه فاضية، سكان قليلين، تماثيل مكسورة، ولا حد فاهم إيه اللي حصل. حضارة بنت المستحيل وما قدرتش تنقذ نفسها. جزيرة القيامة مش لغز عن الماضي، دي رسالة لينا. حضارة بصت لنفسها في حجر وصدقت إنها خالدة، لكن ولا تمثال نجا ولا حضارة فضلت. يمكن عشان كده الوجوه لسه بص علينا، مش عشان تخوفنا، علشان تسأل إحنا هنتعلم ولا هنكرر. ودي كانت بداية القصة.